النهارده هنعمل المشروب الرسمي للصيف، أحلى مشروب ممكن تشربوه في الصيف، وبجد أنا يعني يوميًا المشروب ده عندي، أنا أساسًا بالنسبة لي يا جماعة الليمون ده بالنسبة لي ثمرة مقدسة، أنا باعشق الليمون، وإن شاء الله هنا في القناة هنعمل مع بعضينا ليمون بالنعناع، وهنعمل عصير ليمون بكذا طريقة. النهارده هنعمل الليمون بالنعناع بأسهل طريقة وأجمل طريقة، وهنعمله كمان يعني في دُرَق كبير، بحيث لو عندِك ضيوف أو كده تقدري تعملي كمية كبيرة مع بعض، علشان تقدري تصُبّي منها. غير كلام كتير، يالّا نبتدي الوصفة الجميلة بتاعتنا. هنحتاج في الوصفة 7 ليمونات ونعناع فريش، هي ما فيش أكتر من كده. النهارده وإحنا بنعمل الليمون هنعمله ليمون بقشره، هاجيب 7 ليمونات وأنا هاقطّعهم بقشره، إحنا مش هنقشّر ليمون بصراحة، ما عندناش وقت للكلام ده، بس أهم حاجة نقطّع الحتتين اللي من على الجنب، دي أهم حاجة، إن هُم دول يا جماعة اللي بيسببوا في المرارة للليمون. وبعدين أبتدي أجيب الخلاط أقطّعهم كده 4 أرباع صغيّرين، وابتدي أجيب الخلاط أنا بالنسبة لي ده أنا باعمل مُركّز للليمون، يعني أنا مش هاعمل عصير دلوقتي، هاجيب ال7 ليمونات واحطهم في الخلاط مع ربع كوباية مَيّة، طبعًا يُفضّل مَيّة ساقعة، وابتدي أضربهم في الخلاط ضرب كويس كده لحد ما أتأكد إن الليمون اتضرب كويس أوي، يعني يا دوبك ربع لنُص كوباية مَيّة طبعًا على حسب الخلاط بتاعِك. بعد ما أتأكد إن هو اتضرب كويس أوي، أبتدي أجيب ورقات النعناع، يعني على ال7 ليمونات هاحتاج مثلًا 10 ورقات، 5، 6 ورقات، طبعًا يكون نعناع فريش، وطبعًا يعني مش قادرة أقول لكم إن النعناع كل ما بيتحط ريحته بتبقى قد إيه جميلة، وبعد ما أحط النعناع أبتدي أتأكد إن أنا أضرب تاني، وبعد ما أتأكد إن هُم ضربوا كويس في بعض، أصفّيهم، أصفّي الخليط ده المُركّز اللي أنا عملته، مش قادرة أحكي لكم الريحة عاملة إزاي، مش قادرة أوصف لكم مجرّد ما الخليط ده بيخلص ريحة المطبخ وريحة الإنتعاش اللي بتملى الدنيا كلّها. بعد ما أتأكد إن أنا صفّيتهم كويس، أرجّعهم بقى للخلاط تاني وأضيف معاهم لتر من المَيّة الساقعة، وأضيف طبعًا معاهم السُكّر، أنا مع الشوية دول عملت 6 معالق سُكّر. أنا باحس إن هو كده سُكّره مضبوط، عايزة تحطّي عسل نحل طبعًا براحتك، عايزة تحطّي أقل من كده سُكّر، أكتر من كده سُكّر طبعًا دي حاجة براحتك جدًا يعني، بس هو 6 معالق على الكمية دي كويسة. نبتدي نضربهم كويس، كده خلاص الليمون بتاعي خلص، أبتدي بقى أجيب الدورق بتاعي اللي أنا عايزة هاقدّم فيه، وطبعًا يا جماعة معلومة مهمة إن ده بيتعمل قبل ما يتقدّم على طول، يعني لو هتعمليه على الغدا يبقى آخر حاجة تتضرب قبل ما تحطيه على الغدا، ولو في ضيوف بيتعمل أول ما الضيوف ييجوا، يعني ده لو قعد شوية بيمرّر، لإن إحنا ضاربين الليمون بقشره. أبتدي بقى أجيب الدورق بتاعي، وابتدي أحط أول حاجة أحط السيرب من تحت، أي سيرب نعناع عندِك أنتِ متعودة عليه، تبتدي تحطيه من تحت، وبعدين نحط تلج، وده ليمون أنا كنت مقطعاه شرايح، هو طبعًا بيدّي منظر حلو، بس الأحلى إن هو فعلًا بيدّي طعم جميل جدًا، وأحط كام ورقة نعناع، وابتدي بقى من فوقيهم أصُب الخليط اللي أنا عملته، مش قادرة أحكي لكم، دوقوا أحلى ليمون بالنعناع، والله بجد يا جماعة أنا المشروب ده بالنسبة لي حتى يعني كل قرايبي بيغنيهم اللي بيداقوه منّي ده من ساعة ما اتعلموه بيغنيهم عن المياه الغازية أو الحاجات لإن في ناس متعودة لازم تشرب حاجة مع الأكل، يعني مُنعش جدًا وجميل، طبعًا ده غير إن هو مفيد أوي يعني. لو مش عايزة تحطّي السيرب طبعًا ما تحطّيهوش، اكتفي بالعصير بس، بس طبعًا هو السيرب بيدّي طعم وبيدّي انتعاش. بس وابتدي بقى صُبّيه في الكوبايات وهيعجبِك جدًا يعني أنا متأكدة. وبكده تكون وصفتنا النهارده خلصت، وصفة جميلة ومنعشة ولذيذة، أنا متأكدة إن أنتم هتجربوها على طول وهتدمنوها لإنها فعلًا تحفة. مستنية أسئلتكم وتعليقاتكم في الكومنتات، ولو في أي مشكلة أنا هارُد عليكم بإذن الله، وما تنسوش تشتركوا في القناة عشان توصل لكم كل وصفاتنا الجديدة. أشوفكم الفيديو الجاي بوصفة جديدة إن شاء الله.